الشنطة دي فيها الحل السحري لمشكلة الطيور اللي عمالة تاكل البارز بتاعتي او التوت بتاعي. خليك معايا وهقول لك ايه اللي في الشنطة دي في الاخر. دلوقتي خدت دول من جارتي، وصلنا الارض. تعالوا نطمن بسرعة نشوف في ايه جديد في الارض. الفراولة اهي بدأت تطلع، وفي حاجة بدأت تاكل في الفراولة بتاعتي. تعال نشوف جارتي اتبرعت لي بايه. فول، قرع، مقتة، تقريبا قتة. قولوا لي في التعليقات ايه دي. وبطيخ وخيارة صغيرة جميلة. السؤال الأهم، ايه اللي في الشنطة دي اللي هيحمي لي التوت بتاعي؟ خليك معايا وهوريك. قبل ما اعمل اي حاجة تعالى احط القرع ده مع اخواته دول هنا اهو. ولو مش فاهم انا ليه حاطط الغطا ده، اتفرج على الفيديو اللي عامله قبل كده. خلاص كده خلصته كده اهو. اتزرع القرع جنب بقية القرع. السؤال دلوقتي الشنطة فيها ايه؟ تعالى اوريك. الشنطة فيها الحل السحري لكل مشاكل اتمنى التوت اللي العصافير بتاكله. بس قبل ما افتح الشنطه واوريك ايه ده، تعالى الاول نجهز الحاجه اللي هنحط عليها اللي جوه الشنطه. هنحتاج عصيان زي دي عشان نعلق عليها الحاجات اللي في الشنطه. لو شايف التوت اهو قرب يتكون، فانا هاجي هنا اهو مكان ما انا مغطي، هحط العواميد دي هنا في الارض، وبعد كده نحط اللي في الشنطه. بص يا سيدي، انا جايب هنا سيديهات. السيديهات دي انا جايبها كلها عشان الطيور بتخاف من الريفلكشن بتاع السيديهات اهو بالشكل ده بيخوف الطيور. فانا بقى هملى الحته دي كلها سيديهات زي دي عشان الطيور تخاف تقرب للتوت بتاعي او الراسبري. اتهيألي في جيل كامل ما يعرفش السيديهات دي بيتعمل بيها ايه. وده اول سيدي اتحط اهو. الدوشه دي نتمنى تسيب لنا شويه توت من دول. علشان نشوف التجربه دي هتنجح ولا لا، تابعني على التيك توك واشترك في القناه علشان تشوف النتيجه.